سلام يا شباب. قناتكم المفضلة الليه معاكم تاني. قبل ما نبدأ، لو لسه مش مشترك عندنا يبقى خلاص وقتك جه. اشترك في القناة دلوقتي وخليك من العيلة اللي بتفهم، وخليك دايما معانا في كل جديد. وما تنساش تضغط على الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. طيب، النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي تدمير الهيبرانان. يعني ايه اللي بيخلي الناس تفقد احترامها ليك؟ وازاي تتجنب الحاجات اللي بتدمر صورتك قدام الناس؟ الموضوع ده مش سهل، لان الهيبة مش بتتخلق بين ليلة وضحاها، لكن ممكن تضيع بسرعة لو ما كنتش حريص. اول حاجة، الكذب. لما بتكون بتكذب، حتى لو كان كذب صغير، الناس بتفقد ثقتها فيك. الكذب بيخليك تفقد مصداقيتك. ومش بس كده، لما الناس تلاقيك بتكذب هتبقى فاكرة دايما انك مش صادق. فخليك صادق في كل حاجة، حتى لو الحقيقة مؤلمة. الصدق بيبني هيبة، والكذب بيخربها. تاني حاجة، عدم الوفاء بالوعود. لما تعد حد بحاجة وما تعملش اللي قلته، الناس هتفضل تتذكر انك مش موثوق فيه. الوعد مش مجرد كلام، ده التزام. لو ما وفتش بوعودك، الناس هتفقد احترامها ليك. فقبل ما تعدي حد بحاجة، تأكد انك تقدر تفي بيها. تالت حاجة، فقدان الأعصاب قدام الناس. لا، لما بتغضب وبتفقد أعصابك قدام الناس، بتظهر بشكل مش متحكم في نفسك. الغضب والصراخ بيخليك تفقد احترام الناس، حتى لو كنت على حق. الناس بتحترم اللي بيعرف يسيطر على مشاعره، حتى لو كان غاضب. فحاول دايما تتعامل بهدوء، حتى لو الموقف صعب. رابع حاجة، التكبر والغرور. لما بتكون بتتكبر على الناس أو بتعاملهم على إنهم أقل منك، الناس مش هتحترمك. الكبرياء والغرور بيخليك تفقد احترام الناس، حتى لو كنت ناجح أو عندك حاجات كتير. التواضع هو اللي بيخلي الناس تحبك وتحترمك. فخليك متواضع ومتنساش إن كلنا بنتعلم من بعض. خامس حاجة، إهمال المظهر. المظهر مش كل حاجة، لكنه جزء مهم من صورتك قدام الناس. لما بتكون مش مهتم بمظهرك، الناس ممكن تفقد احترامها ليك. مش شرط تكون أنيق قوي، لكن خليك نظيف ومرتب. المظهر الحلو بيأثر على نظرة الناس ليك، وبيزيد من هيبتك. سادس حاجة، التدخل في حياة الناس. لما بتكون بتتدخل في حياة الناس، أو بتفتح مواضيع خاصة مش بتاعتك، الناس هتفقد احترامها ليك. الناس بتحترم اللي بيعرف يحافظ على حدود العلاقات. فمتحاولش تفتح مواضيع خاصة أو تتدخل في شؤون غيرك. سابع حاجة، عدم الاحترام. لما بتكون مش محترم مع الناس، حتى لو كانوا أقل منك في السن أو المكانة، الناس هتفقد احترامها ليك. الاحترام المتبادل هو اللي بيخلي الناس تحترمك وتقدرك. فخليك محترم مع الكل، بغض النظر عن مكانتهم. ثامن حاجة، كان الثرثرة والنميمة. لما بتكون بتتكلم عن الناس ورا ظهرهم، أو بتكون بتشارك في النميمة، الناس هتفقد احترامها ليك. النميمة بتخليك تفقد ثقة الناس فيك، وبتأثر على صورتك وهيبتك. فابتعد عن الكلام اللي مش بتاعك، وخليك شخص إيجابي. تاسع حاجة، عدم تحمل المسؤولية. لما بتكون بتلوم غيرك على أخطائك، أو بتكون مش قادر تتحمل مسؤولية أفعالك، الناس هتفقد احترامها ليك. تحمل المسؤولية هو اللي بيخلي الناس تحترمك وتقدرك. فخليك شخص مسؤول، واعترف بأخطائك لما تغلط. عاشر حاجة، التصرفات الغير لائقة. لما بتكون بتتصرف تصرفات مش لائقة قدام الناس، أو بتكون بتعمل حاجات مش مناسبة، الناس هتفقد احترامها ليك. التصرفات الغير لائقة بتأثر على صورتك وهيبتك. فخليك واعي لتصرفاتك، وحافظ على الاحترام اللي الناس بتعاملك بيه. ففي الآخر تذكر إن الهيبة مش بتتخلق بسرعة، لكنها ممكن تضيع لو ما كنتش حريص. خليك دايما واعي لتصرفاتك، وحافظ على الاحترام اللي الناس بتعاملك بيه. شكرا لكم على المتابعة، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل جديد.